تفتكر إيه اللي ممكن يحصل لو واحد عادي عمل عهد مع الجن؟ في التسعينات في قرية صغيرة بالصعيد كان فيه ولد اسمه هاني. ولد طيب بسيط، عمره ما كان مؤذي، لكن الدنيا كسرت ظهره. أبوه مات بدري وساب له أم وإخوات صغار، وهو اللي اتحمل شيلتهم. هاني كان بيصحى كل يوم قبل الفجر، يشتغل في الغيط تحت الشمس، وبرضه يرجع آخر اليوم والجيب فاضي. عينه كانت بتدمع لما يشوف أمه بتخبي جوعها، أو أخوه الصغير ينام من غير عشاء. لكن جواه كان حلم إنه يعيش حياة آدمية، يلبس جديد ويأمن مستقبل أهله. حلم بسيط، بس في قريته كان شبه مستحيل. وفي عز الحيرة واليأس كان بيتنفس لما بيلجأ لقصص جدته عن الجن، تحكي له عن مخلوقات من نار أقوى من البشر، تقدر تغير مصيرك بلحظة. قصص كانت بالنسبة له مش مجرد حكايات، كانت الأمل الوحيد اللي يخليه ينام. الفضول أكل قلبه، وبدأ يدور في ورق قديم وتعاويذ منسية يمكن يلاقي فيها طوق نجاة. وفضل على كده لحد ما كبر الولد وشد عوده. وفي ليلة سودة وهو قاعد لوحده، الشموع بتنور أوضة صغيرة والهدوء مخيف، قرأ تعويذة. الكلمات خرجت من بقه وهو مش فاهم معناها، لكن حس إن الهوا بقى أتقل، كأن المكان نفسه بيترعش. وفجأة قدامه وقف جني. الجني عرض عليه صفقة، مال من غير تعب، حياة جديدة، بس في مقابل الطاعة الكاملة. هاني اللي كان مكسور من الدنيا وافق. ما كانش شايفها صفقة، كان شايفها خلاص. بس اللي ما كانش يعرفه إن الطاعة دي مش فلوس بس، دي كانت بداية كابوس. تخيل الجني يطلب منك تذبح حيوانك الأليف أو تؤذي نفسك قدام الناس. هاني اللي كان عمره ما أذى كلب ولا قطة، كان عنده كلب صغير رباه من وهو جرو، كان صاحبه الوحيد اللي بيسمع له من غير ما يحكم عليه. الكلب ده كان بيمشي وراه في الغيط وينام على عتبته كل ليلة. في الأول بعد اتفاق هاني مع الجني والعهد اللي عملوه، الأمور مشت. فلوس لقاها مرمية قدام بيته، تجارته الصغيرة تكسب فجأة، الناس تفتكر إن حظه اتبدل، أمه تدعيله وإخواته يفرحوا، بس هو الوحيد اللي كان عارف إن الثمن جاي. أول طلب كان بسيط بالنسبة للجني، طلب منه يستحمى بلبن في الحمام، أو يرمي أكل في الطين ويدوس عليه. طلبات من دي كتير، وواحدة واحدة الطلبات بقت أصعب. تطلب منه يولع شموع ورسم طلاسم بدمه. هاني عملها وهو بيرتعش، بس كمل. مع كل ليلة الطلبات تبقى أفظع. جرح إيده قدام المراية، يسيب دمه يسيل، يقول كلمات كفر صريحة وهو بيبكي، قلبه يتقطع وهو شايف نفسه بينهار. والقشة اللي قصمت ظهره لما الجني قال له لازم تذبح كلبك، مش في أي مكان، لأ، قدام الضريح القديم اللي في أطراف القرية. هاني راح للضريح ومسك السكين، والكلب بيبصله بعينه البريئة كأنه فاهم. إيده كانت بتتهز، دموعه نازلة، حس إن الدنيا كلها سكتت. وفي اللحظة دي وقع السكين من إيده وقال لأ، مش هكمل. هاني انهار، بكى زي طفل صغير، قال لنفسه الجني يطلب اللي يطلبه، بس أنا مش هكون عبد ليه، حتى لو التمن حياتي. قرر يكسر العهد مهما حصل. بس كسر العهد مع الجن مش زي كسر وعد مع بني آدم. هنا العقاب دموي. من أول ما هاني كسر العهد، الجن ما سابهوش في حاله،
في الأول كانت كوابيس، ينام يلاقي نفسه مربوط بسلاسل من نار، يصحى مفزوع يلاقي على جسمه علامات حروق صغيرة كأن الحلم بيكمل في الواقع. بعدها الأصوات، خطوات في الليل، همسات ورا ودنه، حد بينادي اسمه من الضلمة. يلف ما يلاقيش حد، جدران بيته بتترعش بالليل كأنها هتقع. وبعدين بدأ الانتقام يدخل في جسده، صداع ناري يفرقع دماغه، دم يسعل بيه لحد ما هدومه تتملي بقع، ايده ترجف، نسيان غريب يضرب دماغه، ينسى ميعاد شغله، ينسى أسماء إخواته. لكن الكابوس ما وقفش عنده هو بس، الكارثة إن النار مست اللي حواليه. أخته الصغيرة صحيت من النوم تصرخ، بتقول إنها شايفة راجل واقف عند سريرها. أخوه وقع من فوق السطح وكان هيموت فيها، وقال إنه حس بحد دفعه. وأمه بدأت تمرض من غير سبب، عجز مفاجئ ووشها كله بقى شاحب. هاني حس إنه السبب، كل يوم يشوف اللي حواليه بيموتوا بالبطيء بسببه، والجن بيلاحقه. في أي مكان يروحه الكوابيس وراه، الخيالات وراه، مفيش مهرب. بقى يعيش بين خوفين، خوف من الجن اللي بيقتله بالبطيء، وخوف من ربنا إنه ضيع نفسه وضيع أهله. كل يوم الجن يزيد قوة، وكل يوم هاني يضعف أكتر. واللي جاي كان المواجهة الأخيرة بين إنسان مكسور وروح من نار. إزاي واحد عادي يقدر يهزم جني عهده مكسور؟ لما وصل هاني لحافة الانهيار راح لشيخ معروف بالرقية الشرعية. الشيخ سمع القصة وقال له: ما فيش جني يقدر يقف قدام كلمة الله لو انت صادق. أول خطوة يتخلص من فلوسه النجسة، جمعها كلها ولعها قدام الشيخ، والدخان اللي طلع كان خانق كأنه روح الجني نفسه بتتألم. تاني خطوة يكتب العهد من جديد على ورقة، يقرأ فوقها القرآن وبعدين يرميها في المية الجارية. الحبر تفرق كأنه الرابط انكسر. لكن الخطة الحقيقية كانت المواجهة. هاني قرر ما يهربش تاني. كل مرة الجني يظهر له ما بقاش يصرخ، بالعكس كان يثبت مكانه ويواجهه بذكر الله. في الأول الجني ضحك استهزأ، لكن مع كل مواجهة دهف زي نار بتطفي لما يتشال عنها الهوى. وفي الآخر اختفى، مش فجأة لكن زي مرض بينحسر ببطء. الكوابيس قلت، الأصوات سكتت، لحد ما بقى البيت ساكت لأول مرة. لكن العلامة فضلت. هاني نجا، بس جواه يقين إن الخيانة ليها ثمن. كان يقول دايما: أنا ما خلصتش منه، هو اللي زهق مني، ولو رجع أنا دلوقتي عارف أواجهه. هدأت العاصفة في رأس هاني أخيرا حين استعاد وعيه وعاد إلى أسرته بتواضع مبالغ. نجح فعليا في طرد الجن بذكاء جريء، لكنه دفع ثمنا غاليا، فقد كاد يفقد عقله وسلامته وأهله. كان يعلم أن انتصارا جزئيا فقط تحقق، فما إن يهدأ قلبه حتى يخشى أن يعود ذلك الهمس من جديد. ولو حدثت مفاجأة أخيرة في القصة لربما ظهر له الحلم قائلا: العهد لم ينتهي بعد، ملوحا بأن الخطر سيرافقه كالسهم المسنوم في عروقه إلى الأبد. بذلك انتهى فصل هذه الرواية المظلمة. نجا هاني بحيلته، ولكن الخيانة التي ارتكبها تركت أثرا لا يمحى. تستمر الأساطير في تحذير الجريئين من خيانة عهودهم مع عالم الجن، فحتى الانتصار الظاهر قد يكون مكلفا بأثمن مما يتوقعه المرء.